اولا ارتفاع نسبه الاكسجين زاد في الغلاف الجوي، فبقى في فرصه للكائنات تتنفس وتتكيف مع الحياه بره الميه. ثانيا الرطوبه على السواحل، المناطق الساحليه كان فيها بيئه رطبه بتساعد النباتات الاوليه على البقاء قبل ما تطور طرق جديده للاحتفاظ بالميه. ثالثا عدم وجود مفترسات، بره الميه ما كانش في حد ياكل النباتات دي، فكان عندها فرصه تعيش من غير ما تتعرض لخطر مستمر. طيب اول نباتات الارض شكلها كان ايه؟ ما تتوقعوش اننا بنتكلم عن غابات او اشجار. اول النباتات البريه كانت بسيطه جدا، حاجه شبه الطحالب، وما كانش عندها اوراق او جذور حقيقيه. العلماء بيسموها نباتات بريه بدائيه، برايوفايتس، ودي كانت شبه الحزازيات اللي نعرفها النهارده. واحد من اقدم الحفريات اللي لقيناها لنبات بري هو الكوكوزونيا، وده كان نبات صغير طوله كام سنتي وعنده سيقان بسيطه بتمتص الميه من محيطه الخارجي بدل ما يكون عنده جذوره عميقه. يعني لو شفته النهارده ممكن تفتكره فرع ناشف، بس في وقته كان بطل خارق. بس اكيد الارض ما كانتش جنه، بالعكس كانت مليانه تحديات. عدوا معايا. واحد، الجفاف. الميه مش متوفره بسهوله زي البحر، فالنباتات كان لازم تلاقي طريقه تحتفظ بيها بالميه. اتنين، الجاذبيه. في البحر الميه بتساعد الكائنات على الوقوف، لكن على الارض لازم يبقى عندك هيكل قوي علشان ما تتهدش مع اول ريح. ثلاثة، التكاثر. النباتات البحريه كانت بتعتمد على انتشار الامواج علشان تنقل خلاياها التناسليه، بس في الارض ما عندهاش موج، فكان لازم حل جديد.